هو ممكن نزوة واحدة تخليك تندم العمر كله؟ هو أصلا موضوع العدوى الجنسية يستحق الدوشة دي كلها ولا كله ماشي والسلام؟ هل الصح إننا نميت الباطل بالسكوت عنه ولا نزود الوعي لتفادي المشاكل الصحية والنفسية والمجتمعية والمادية الكبيرة؟ ازيكم يا رجالة؟ أنا عمر عزيز، استشاري جراحات الذكورة في القصر العيني، ودي قعدة رجالة. أمراض العدوى الجنسية بتتقسم لأمراض فيروسية وبكتيرية وأمراض تانية زي الفطريات والجرب. الجرب دوت ممكن يتنقل عن طريق العدوى الجنسية. طبعا بتزيد بتعدد العلاقات، خصوصا لو التعرض للعلاقة بدأ من سن بدري شوية، وكمان من غير استخدام واقي للحماية. بيساعد طبعا في انتشار الأمراض دي الفقر والجهل. الاحصائيات عندنا هتبقى صعبه شويه نظرا لخصوصيه مجتمعنا، فعشان كده هنعتمد على الاحصائيات العالميه لتوضيح خطوره الموضوع. وتاكدوا تماما ان الجزء لا يتجزأ من العالم ده بحكم الانترنت والعولمه الموجوده والسوشيال ميديا وسهوله السفر. احصائيا الامراض الجنسيه اكتر في الرجاله والسناجل والشباب، والعامل المشترك فيهم ايوه زي ما توقعتم هو تعدد العلاقات. حسب آخر إحصائية لمنظمة الصحة العالمية لسنة 2024 بيحصل حوالي 2 مليون و300 ألف وفاة سنويا بسبب الأمراض الجنسية. وكمان الأمراض الجنسية مسؤولة عن 1,200,000 ألف حالة سرطان جديدة سنويا. 300 ألف منهم للأسف سنويا بيموتوا بسبب سرطان عنق الرحم، وده اللي هيخليني أتكلم عن الفيروس المسبب ليه بشكل مفصل بعد شوية. ده غير ان حوالي 400 ألف طفل سنويا بيتولدوا عندهم مشاكل ممكن توصل للوفاة أو تشوهات خلقية بسبب الأمراض الجنسية. الأرقام دي يا جماعة كل سنة بتزيد، متخيلين؟ ده غير المضاعفات التانية اللي ممكن يكون أشهرها إنها بتأثر على الخصوبة والخلفة. مش هنقدر نتكلم على أمراض العدوى الجنسية كموضوع واحد أبداً، فهنسيب الجزء البكتيري والفطريات. يمكن جزء كبير منهم ممكن علاجه والشفاء الكامل منه، وربنا يستر والمضادات الحيويه تكمل معانا الفتره الجايه وما يحصل لهاش كلها مقاومه. وهنسيب برضو المرض الاشهر اللي هو الايدز، واللي محتاج له حلقه لوحده، بس غير كده هو واخد الهايب اللازم وكله مركز معاه. واعتقد دلوقتي هو من ضمن التحاليل الرسميه اللي بتتعمل من قبل الجواز. ولنفس السبب برضو مش هتكلم عن فيروس بي وسي، وايوه الفيروسات الكبديه دي برضه ممكن تتنقل عن طريق العدوى الجنسيه. وسبب تاني ان تحاليلهم متاحه وسهله وغير مكلفه بشكل كبير. لكن هنتكلم النهارده عن نوعين من الفيروسات اللي هم HPV اللي هو هيومن بابيلوما فيروس، والHSV اللي هو هيربس سيمبلكس فيروس. السبب اللي مخليني اتكلم عليهم هو انتشارهم العنيف، واللي بيوصل حسب اخر احصائيه في سنه 2023 لل WHO بتقول ان واحد من كل 3 رجاله جاله HPV، وان معدل انتشار ال HSV تايب 2 التناسلي هو 13%. والسبب التاني والاهم هو خطورتهم المستخبيه. وتعالوا نتكلم عن كل واحد لوحده. ال HPV او الفيروس الحليمي البشري هو واحد من الفيروسات اللي بتتنقل عن طريق العدوى الجنسيه، واللي اشهر اعراضه هي انه مفيش اعراض. ايوه زي ما سمعت كده، هو ممكن يجي ولا تحس بيه ويقعد في جسمك سنه واتنين ويروح لحاله. وساعات لو عمل لك اعراض كراجل ممكن يعمل لك اعراض زي زوايد جلديه بسيطه على الاعضاء التناسليه، لكنه برضه ممكن يسبب انواع مختلفه من السرطانات زي سرطان العضو الذكري، وده بيختلف على حسب السب تايب بتاعه. المشكله غالبا ما بتبقاش عندك كراجل، المشكله غالبا انك بتكون وسيط بتنقله لشريكتك وهي مش واخده بالها، واللي بدورها برضو ممكن ما يحصلهاش اي مشكله، لكن للاسف هو بيكون المسؤول الاول عن سرطانات عنق الرحم. ولو سالتني ايه الحل، حل ايه؟ حل الزوايد الجلديه بسيطه، شويه مس او كي هيختفوا. ولا حل الفيروس نفسه؟ لا، هو الفيروس ملوش علاج، هياخد وقته في جسمك ويروح. والسؤال الصح ازاي ابعد عن الفيروس ده؟ اكيد ده هيكون بالالتزام بتعليم كل الاديان واعرافنا بعدم تعدد العلاقات او علاقات خارج الزواج. ثانيا تطعيم البنات بسن مبكر ضد الفيروس. ولو سالتني ليه، فانت كده لازم ترجع وتشوف قصه حسنين اللي حكيناها في الريل. ثالثا لو انت عندك الفيروس فلغايه ما يختفي لازم تبتعد عن العلاقه، او على الاقل تلبس واقي مع زوجتك
عشان ما تنقلهاش. طب لو حاسس انك نقلت لمراتك الفيروس، يبقى لازم يا معلم تطمن عليها بفحص دوري لعنق الرحم عشان تتجنب مضاعفات سرطان عنق الرحم وتكتشفه بدري. طب انا يا دكتور ما عملتش علاقات قبل كده، ورغم كده لقيت عندي على العضو الذكري زوايد جلديه في نسب قليله. المرض ده ممكن يتنقل عن طريق استخدام الادوات الخاصه لمريض اخر زي الفاط او غيرها، فخد بالك. الفيروس تاني ليه قصه لازم احكيها، وهي قصه محمدين. وزي ما اتفقنا كل القصص دي هي حقيقيه واقعيه، لكن ما بتدلش على حد بعينه للحفاظ على خصوصيه مرضانا، وبنقولها للتوعيه. محمدين جاي يشتكي من تاخر انجاب بعد سنه جواز. طب يا محمدين في السنه دي عملتوا كام مره علاقه في وقت التبويض؟ لا اصل انا عندي هربس واما بيجي ما بقدرش اقرب منها. ايوه هو الهربس زي اللي بيطلع في البق، لكن النوع التاني اللي بيطلع في عمك عزت، وبيبقى بنفس القرح ونفس الوجع الرهيب، وللاسف في الوقت ده بيبقى شديد العدوى. الهربس ممكن يكون ليه علاج بس بيرجع كل شويه وبتضطر تاخد علاج تاني. المشكله بس انك لو طنشت ونقلته لمراتك وحملت وهي عندها العدوى، للاسف ممكن يجي للطفل ساعتها التهابات في المخ، انكفالايتس، ويموت. اللي اقدر اقوله في الاخر بعد كل اللي شفناه ده وبنشوفه وهنشوفه، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. يا شباب انا عارف ان الدنيا بقت صعبه، بس ما فيش حاجه مستاهله، ولو خلينا الاخره للي خلقها فللاسف الموضوع في الدنيا بيبقى صعب قوي. مش معنى ان ربنا سترها مره ان كل مره هتسلم الكرب. وزي ما بكرر في كل حلقاتي ان كل المعلومات اللي بنقولها هي معلومات علميه مبنيه على خبره طبيه واكاديميه واكلينيكيه، ومصادرها هسيبها لكم تحت الفيديو ده. ورغم كده الفيديو ده ما ينفعش يكون بديل للكشف الطبي خالص. تمنياتنا بالصحه والعافيه والسعاده للجميع.